السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة يا جماعة، زي ما انتم عارفين إن أول لما بلبس الطرحة دهيا بطلب منكم تطبلوا لي. والله وتقولوا لي الطرحة مظبوطة، لا معدولة، أنا مش عارفة بتكشكش من فوق ليه. يعني أنا مش عارفة، بقعد 5 ساعات مثلا 7 ساعات قاعدة عمالة أفك وأعمل وما فيه. فحبوا معايا الطرحة. تاني حاجة بقى يا جماعة، نفسي أصحى من النوم ألاقي عدة أشياء حصلت أو عدة أشياء ما حصلتش. يعني انتوا فاهميني؟ يعني مثلا نفسي أصحى من النوم مثلا، بتبص لي كده ليه يا أم أشرف، ألاقي أم أشرف اختفت عشان خنقتني صراحة. اسمع علينا، سيبكم من أم أشرف دلوقتي وخليكم معايا دلوقتي. أصحى من النوم مثلا، ألاقي كيلو البانيه بقى ب60 جنيه. يعني متخيلين الرقم؟ انتوا ليه يا وليه؟ بنيه كلابي ولا الكلابي بردك؟ ده بوليسي ده ولا جيرمان ولا ايه؟ ده كلب بلدي. كلب بلدي والله. بقى هيبقى ب60 جنيه بردك. شكرا على المداخله اللطيفه. اصحى مثلا الاقي الفرخه بقت ب30 جنيه. كل ده من المحال بردك وانا عارفه. اصحى خلاص بقى شيلها في الفاصل دي. شوفها بقى. اصحى بقى انسحي. اصحى بقى الاقي التيك توك اتلغى مثلا. الاقيهم كده بيقولوا مثلا ايه، ان الحكومه، يعني الحمد لله، انت هتزاوليني هقعد اعدل فيك كل شويه. الحكومه رأفت مثلا بحال الناس وشافت ان التيك توك ده ملوش اي 3 لازمه، فقفلوه بالضبه والمفتاح. خلاص بقى ما بقاش فيه تيك توك. ليه بقى؟ ليه؟ لان الصين حاولت تحاربنا بكل حاجه. بقى نووي، يلا ابعت باتفاق مع كوريا، ما يتفقوش يعني يبعتوا هم الوحيد. فيروسات، ما عرفوش كورونا ومكرونه والكلام ده. اوبئه برضك، يبعتوا حاجات. اندومي بتاعهم برضو حاربونا بيه، ما عرفوش. الحمد لله العيال بتاكل الاندومي من هنا وقدروا ان هم يظبطوه. ولا بنشرب بعديه لبن. فالصين ما قدرتش تحاربنا، قالت لك بقى نحاربهم بالتيك توك. انا شايف الشعب ده هايف، فيمشي معاه التيك توك. ومن هنا بقى الصين رازتنا بالتيك توك. ويعني اثبت بقى ان بسم الله ما شاء الله 3/4 الشعب ده برجالته بستاته باطفاله بسلطاته ببابا غنوجه لا يفقهون شيء في الادب ولا في الاحترام ولا في التربيه ولا في الاخلاق ولا في عفه النفس ولا في الشهامه ولا في الرجوله ولا بكل الحاجات اللي اخرها ته مربوطه دهيا. اثبت ان الشعب ده، اللهم صل على النبي، جربان. مش كل الشعب طبعا، لا، الفئه بتاعت التيك توك في ناس محترمه وفي ناس بتعمل حاجات محترمه وفي ناس عادي نفس الفيديوهات اللي بتنزلها على الفيسبوك واليوتيوب بتنزلها على التيك توك. وفي ناس مهزأه. والله عيب شفت لك ست كبيره كده قاعده عماله جايب هذا وده وكده حاجات دي. ايه ده يا وليه؟ ده انتوا بتعلمينا لغه الاشاره ولا ايه؟ انا عايزه افهم فيه. هي الناس اتهطلت يا رب ولا ايه اللي حصل؟ هطل تلاقي، شحاته تلاقي، ما فيش رجوله او تلاقي كل واحد طالق لنا مراته كده علينا تقعد تعمل لنا حاجات كده ملهاش اي علاقه بالادب ولا بالاخلاق. ما فيش مشكله. وكان اخرهم الحاجه هبه ام زياد. اللي ام زياد يا جماعه، الناس اللي مش عارفينها، الست اللطيفه، الظريفه، اللي ما عندهاش ادب ولا اي حاجه، اللي طلعت عملت فيديو بتتهم ابنها ان هو مش عارف بيعمل ايه في اخته. عشان بقى قالت لك ايه، المشاهدات نايمه والناس بتحب الفضايح. طب انا مش لاقي حاجه اعمل فيها فضايح، بعمل لما اجيب العيال اعمل بيهم فضايح. فتم القبض عليها واتحبست. وبعد كده اتحبس ابنها. يطلع بقى جوزها الظريف، طبعا ما كفاهوش بقى اللي ام زياد عاملاه. قعد يقول لك يا جماعه ادعوا لام زياد يا جماعه تطلع بالسلامه ان شاء الله. بالكم والله لو ام زياد طلعت بالسلامه والله لخليها تعمل لكم فلوجات الولاده. والله من اول بقى لما ننزل بقى وتعبت والوجع الولاده جالها لحد لما تصرخ اول صرخه لحد ما تدخل اوضه العمليات والدكتور يعني بيدور لها على انهي مشرط وبيدور لها على الخيط اللي يليق مع بشرتها لحد ما نجيب السبوع ونسبع والعيل يدخل المدرسه. كل ده هنعمله لكم. قال لك ادعوا لها بقى يا جماعه. ده احنا عشان خاطركم رحنا اتفقنا مع الدكتوره في العياده وقلنا لها يا دكتوره بقى يعني عايزيك بقى همتك معانا كده عشان نجرس، قصدي نفضل نصور ام زياد وهي بتولد. عشان ام زياد عملت حاجه خارقه للطبيعه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حامل. وشوفوا بقى حكمه حامل وهتولد.
الاتنين. عملتها ازاي بنت اللذينه دي؟ اللهم صل على النبي، يعني فعلا بطله خارقه. قال لك فوق ده وده بقى ان شاء الله اول لما ام زياد تطلع بالسلامه هنعمل لكم جنس الجنين. والله اهو شوفوا بقى عشان تعرفوا ان احنا بنحبكم. يعني انتوا ما كفكوش فضايح يا راجل، ده مراتك محبوسه. امبارح بقى طلع بيان من النائب العام بإحالة أم زياد لمحكمة الجنايات، ابن أم زياد بمحكمة الجنايات، جوز أم زياد بالقبض عليه وإحالته بمحكمة الجنايات. ليه بقى؟ بتهمة الإتجار بالبشر وتهمة استغلال الأطفال علشان يزودوا نسب المشاهدات بتاعتهم. يا راجل انت الولية محبوسة وانت مشاهدات ايه وفلوجات ولادة ايه؟ انتوا ما كفكوش فضايح. يعني هي اتحبست علشان استغلال الأطفال وان هي بتتاجروا باللي لسه ما طلعش من البيضة. وانت بقى لما تقول لنا انا هصور لكم ام زياد بتولد فاحنا هنروح بقى نقوم لها المحاميين. هتلاقي لها التليفون بسرعه، ده هيصورها لنا. كلم لي فريد الديب. مات؟ ما فريد الديب مات الله يرحمه. مين في تقل فريد؟ هشوف لك انا محامي او لك طالما هتصور لنا ام زياد وهي بتولد. يا نهار ابيض، ده ايه الحدث بيقول لك بقى الحدث ده اشرف لبيب اللي كان في جعفر العمده اهو هيقوم لك المحامي اللي كان في جعفر العمده. فعشان الحدث التاريخي، يعني يقول لك الشمس بتتعامد على مراخينا ابو الهول مش عارفه مره كل كام سنه. فبرضك انت هتشوف ام زياد بتولد يا عم. يعني ام زياد تستاهلش يعني منكم ان انتوا تدعوا لها عشان تخرج. ولا زال سلسله المتاجره بكل حاجه في حياتنا شغاله. الست محبوسه، مش ياخد ده رادع ولا ياخدوا مثلا عظه؟ لا، ازاي؟ ايه يا جماعه، ايه يا جماعه؟ انتوا تدخل على التيك توك اقسم بالله 3/4 الموجودين عليه بيتاجروا لا بعيالهم، يا امهات بتتاجر بولادها، يا اولاد اصلا مطلعين جداتهم والناس الكبيره في السن علشان يتاجروا بيهم. ايه يعني لو هو مثلا في مضمون الحدث هقول لك ماشي. يعني عندك ام احمد شيبه، بصراحه بحبها جدا، ست كده عسوله وبتطلع مع احفادها يهزروا وما اعرفش ايه. لكن بقى في ناس بتطلع استغلال وفي ناس بتطلع الموضوع بيزيد عن حده. قال لك يعني هيصور لنا ام زياد وهي بتولد. لا انا منبهره صراحه. هي ام زياد بتولد؟ انا فكرته هترجعه يا اخي، تقوم كده حاطه صباعها في بقها ترجع العيل وخلاص ولدت على كده يا ما شاء الله. فكرتها تقعد عليه تبيضه. يعني مش هتبيضه، هتولده ما شاء الله. أتمنى بيان النائب العام ده يكون عظة لكل واحد وكل واحدة بيطلعوا يتاجروا بأي حاجة. زي كان في ترند كده أم خالد. أم خالد كده كانت ست بتحكي لنا قصة أقسم بالله ما كنت أعرفها غير من بوستات الناس عليها ولا دورت إن أنا أشوفها. بتحكي بقى للناس خالد راح الحضانة، خالد عايز ملوخية، خالد عايز ما أعرفش إيه. لقيتها من كام يوم بقى كده حد بعت لي سكرين لفيديو بتاع انا عامله لكم مفاجاه انا حامل. طب احنا مالنا؟ احنا نتفاجئ ليه بقى؟ ما فهمناش برضه. يعني اكيد مثلا الدكتور الصيدلي اللي هتروحي تشتري منه التيست اللي انت مطلعاه ده عشان توري ده هيتفاجئ اكتر مننا. يعني انت رايحه تشتري منه الاختبار ومفيش حد بيبيع فده هيتفاجئ، لكن احنا كمشاهدين نتفاجئ ليه؟ تشوفوا لنا ام خالد يا جماعه، شوفوا لنا النائب العام يشوف لنا ام خالد دي كمان. لا اله الا الله يا رب على القرف. يعني اقسم بالله انا لو من النائب العام ده اطلع قرار بالغاء اليوتيوب ده التيك توك. وعايز تلغي اليوتيوب الغيه برضك. يعني في قنوات وفي صفحات المفروض والله العظيم تتقفل، لان اللي بيحصل عليها ده حاجه انا ما اقدرش اقول اسمها. يعني صراحه منتهى قله الادب ومنتهى السفاله ومنتهى الانحطاط وانعدام الاخلاق. وزي ما انتم عايزين تقولوا قولوا.